أحفظ حقوقي. قلت لك السعيدة، يعني السعيدة أنا خرجت منها 3 مرات طلعت منها. ما أول مرة في 2012، ثاني مرة في 2000 تحدثت الإعلامية مايا العبسي عن استبعادها من برنامج طائر السعيدة في موسمه الثامن، وذلك لأسباب أثارت جدلا واسعا، حيث تم استبعادها 3 مرات سابقة من البرنامج رغم توقيعها عقدا مع قناة السعيدة، إلا أن مدة العقد انتهت. وقد أعلنت قناة السعيدة رسميا إيقاف برنامج طائر السعيدة وعدم عرضه في رمضان 2026 بعد 7 مواسم متتالية. وجاء هذا القرار ضمن خطة لتطوير الخريطة البرامجية واستبدال البرنامج ببرنامج جديد يحمل اسم ليالي السعيدة. وأوضحت الإعلامية مايا العبسي في فيديو لها أن استبعادها هذا الموسم جاء بعد انتهاء عقدها مع القناة، مؤكدة أنها تم استبعادها 3 مرات سابقا خلال مسيرتها. وسيقدم البرنامج الجديد بوجوه إعلامية مختلفة، من بينهم الإعلامية أشواق علي، وذلك ضمن رؤية إنتاجية جديدة أعلنت عنها القناة. كنت موقعة مع السعيدة حصريا، كنت موقعة مع السعيدة وبعدين انتهى التوقيع قبل فترة. بس الآن نشتغل يعني مش وفق توقيع، لا زي ما قلت لك السعيدة أنا بالنسبة لي أعتبرها بيتي، مش مجرد أن أنا قناة وأنا أشتغل فيها وعقود وكذا، لا الموضوع مختلف تماما. تم الاستغناء عني بسبب أحد الأشخاص اللي كانوا يديروا أحد المكاتب لقناة السعيدة دون علم الإدارة العليا. بسبب مين؟ بسبب